السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الفلكي اليمني، وحديثنا اليوم عن أنواع البشر التي انقرضت، وكما يقول العلم الحديث أنها 8 أنواع بشرية انقرضت تم اكتشافها قبل ظهور الإنسان. وطبعا سنورد أسماء هذا الإنسان، ولكن العلماء لم يكتشفوا إلا 8، مع أن الحديث النبوي الشريف يقول قبل آدمكم 1000 آدم، يعني 1000 نوع بشري انقرض. 1000 نوع بشري. ميزة آدم العاقل، أبونا آدم آخر آدم، أنه مزود بالعقل والأمانة. الأمانة التي حملها آدم عليه السلام هي العقل. وهذا يؤكد أيضا كلام الملائكة عندما سئلوا كيف تستخلف أيضا آدم جديد وبشري جديد، والبشر يسفكون الدماء. هذا من أنواع البشر التي انقرضت، وهم يسفكون الدماء. 1000 آدم 1000 سلالة بشرية آدمية قبل آدم عليه السلام لم تكن عاقلة، سفكت الدماء حتى انقرضت. طبعا العلم الحديث لم يكتشف إلا، شوفوا هذا نوع من أنواع السلالات التي انقرضت، لم يكتشف إلا 8 سلالات، 8 سلالات فقط. ندون اسمها، طبعا نقرأ اسمها: السلالات المتفرعة عن الإنسان المنتصب. طبعا هناك فرق بين الإنسان وآدم والبشر. البشر والإنسان وآدم. نحن آدميون، والأنبياء بشر، إنما أنا بشر مثلكم، بشر. أما السلالات المنقرضة 1000 آدم قبل آدمنا هي آدم إنساني وليس آدم بشري. نحن أوادم بشريون، ولكن الأوادم 1000 سلالة المنقرضة أوادم إنسانيون، ولذلك أتت سورة الإنسان. السلالات المتفرعة عن الإنسان المنتصب، نعني بالإنسان المنتصب الإنسان المستقيم الذي يشبه في بنيته إلى حد كبير البشر المعاصرون، وتضمن سلالة الإنسان المنتصب هذه هومو أرغاستر. عاش هذا النوع المنقرض من البشر القدامى في أفريقيا في أوائل العصر الجليدي. في أفريقيا العصر الجليدي تم العثور على حفريات تدل على وجود هذا النوع في جميع أنحاء شرق وجنوب أفريقيا، وبشكل خاص على طول شواطئ بحيرة توركانا في كينيا. ويقدر عمر معظم هذه الحفريات ما بين 1,700,000 إلى 1,400,000 سنة. ويقدر أن هذا النوع قد انقرض منذ 6,000 عام، عندما بدأت سلالات جديدة من البشر بالظهور. الإنسان المنتصب الأفريقي أيضا، لذلك يقولوا أن أفريقيا مهد الإنسان، وكانت أفريقيا ملتصقة بالجزيرة العربية، وكانت الحبشة واليمن جزء واحد في مملكة سبأ. الإنسان المنتصب الأفريقي، عاش الإنسان المنتصب الأفريقي في العصر الجليدي أيضا، ويقدر أنه ظهر قبل 2,000,000 عام، وهو أول سلف بشري انتشر في جميع أنحاء أوراسيا. طبعا هم حددوا الآن 8 سلالات منقرضة، وأنا بقول لكم الحد بيقول 1000 آدم. الإنسان المنتصب طبعا عاش في أفريقيا، ويرجح العلماء أن تكون التجمعات الأفريقية للإنسان المنتصب أسلافا للعديد من أنواع البشرية التي ظهرت لاحقا. يختلف العلماء على الزمن الذي انقرض في هذا النوع، ويرجح أنه منذ 117,000 سنة تقريبا. الإنسان المنتصب الآسيوي، يتطابق الإنسان المنتصب الآسيوي في صفات مع الإنسان المنتصب الأفريقي. شعب كهف الغزال الأحمر، تم العثور على الحفريات التي تشير إلى هذا النوع في كهف مقاطعة يونان جنوب غرب الصين. وتشير الأدلة، هي طبعا مش يونان، هي يوان جنوب غرب الصين. وتشير الأدلة إلى أن غزالا كبيرا قد تم طهيه في عصور قديمة في ذلك الكهف، ومن هنا تم تسمية النوع بشعب كهف الغزال الأحمر. طيب، السلالة الخامسة المنقرضة أسلاف الهومو. أسلاف الهومو نوع بشري قديم من العصر الحجري، ومن المعروف أنه كان موجودا في إسبانيا وربما إنجلترا وفرنسا منذ حوالي 1,200,000 سنة. وتمثل الحفريات المرتبطة بأسلاف الهومو إلى أحد أقدم السجلات الحفورية المباشرة والتي تدل على وجود الإنسان في أوروبا. السلالة الثامنة السادسة إنسان ياندرتال.
يعتقد أن إنسان النياندرتال هو سلالة قديمة من البشر الذين عاشوا في أوراسيا وانقرضوا منذ حوالي 40,000 سنة مضت. ويرجح أن انقراض النياندرتال كان بسبب الاندماج في الجينوم البشري الحديث، أو بسبب التغير المناخي، أو بسبب الأمراض، أو بهذه العوامل كلها مجتمعة. وظل الاعتقاد السائد يفرض أن النياندرتال هو أقرب سلالة البشر إلينا حاليا الموجودين في يومنا هذا، لكن هذه الفرضية نسفت بعد اكتشاف جمجمة الرجل التنين الذي يعتقد أنه أقرب الأسلاف إلينا. طيب، انقرضت هذه السلالة قبل 430 ألف عام، وشعب دينيسوفا انتشرت سلالة شعب دينيسوفا في جميع أنحاء آسيا خلال العصر الحجري القديم والأوسط، ولا توجد أدلة كثيرة تروي قصة هذه السلالة المنقرضة. لكن تم التعرف على إنسان الدينوسوفان من الحمض النووي الموجود في الأحافير القليلة اللي تم العثور عليها. ويشير الحمض النووي إلى صلات وثيقة بين هذه السلالة وإنسان النياندرتال، وربما تعايشت السلالتان معا في الكهوف. طيب، وتشير أدلة الحمض النووي إلى أن هذه السلالة امتلكوا بشرة وعينين وشعرا داكنة، وكانت لديهم بنية تشبه الإنسان البدائي، ومع ذلك كانت لديهم أضراس أكبر حجما. السلالة الثامنة التي انقرضت قبل الإنسان العاقل رجل التنين، وتم العثور على جمجمة قديمة من قبل مجموعة عمال صينيين كانوا يشيدون جسرا فوق نهر سونغوها في مدينة هاربين في مقاطعة الواقع في أقصى شمال الصين خلال الاحتلال الياباني عام 1933. ولحماية الجمجمة من الوقوع في أيدي اليابانيين تم إخفاءها في بئر مهجورة، ولم تظهر إلا عام 2018 بعد أن أخبر الرجل الذي أخفاها حفيده بأمرها قبل وفاته بوقت قصير. وكشف التحليل الجمجمة الضخمة المحفوظة والمخفية أنها ما يقرب من 90 عاما، نوع جديد من البشر القدامى لم يكن معروف سابقا، أطلق عليه الباحثون هومولونجي أو رجل التنين، ولا تزال الأبحاث جارية على الجمجمة. طبعا الإنسان العاقل هو حاليا نحن المزودون بالعقل، حملها الإنسان وهي ما هي الأمانة، وما هي الأمانة هي العقل، إنسان عاقل ولذلك بقي. أما السلالات الباقية 1000 سلالة وليس 8 التي اكتشفوا 8، ولا هي 1000 سلالة. وطبعا وتشير إلى أدلة أن الإنسان العاقل ظهر منذ حوالي 300 ألف عام، وهجر من أفريقيا إلى أنحاء مختلفة، طبعا تحديدا من أفريقيا، من الحبشة ومن أثيوبيا، وهذه المناطق كلها كانت متصلة باليمن، كانت دولة واحدة. ودمتم بالخير مشاهدي قناة الفلكي اليمني، وفي أمان الله.